السلام عليكم. قريت اختي القصه ديالك وشفت الالم اللي كاين ما بين السطور، وبغيت نقول لك حاسه بك، حيت انتي ما رجعتيش لي حيت ضعيفه، رجعتي حيت لقيتي راسك مسمره في بلاصتك، بحال شي شخص وسط البحر ما عنده لا باطو لا ميجداف، وملي شفتيه شديتي فيه زعما باش ما تغرقيش بوحدك. ولكن خليني نقول لك، انتي كتقلبي على شي حاجه حيه، شي انسان اللي هو اصلا ميت عندك لداخل، ميت من المشاعر والاحاسيس والاهتمام والمسؤوليه. انت باغا تبني واحد العلاقه حيه في واحد الارض قاحله، ما كاينو تفاعل زرع لا زريعه لا نيه. اختي ماشي العيب هو انه تبكي او لا تخافي من الفراغ، العيب هو انه فين ما تلقى راسك بوحديتك دفني راسك في هذه العلاقه. انا غادي نقولها لك بكل صراحه، انت اختي ما رجعتيش ليه، انت هربتي من راسك. الاستاذ عبد المجيد قال لك درتي خروج من جهنم وعوده الى الجحيم. انت اختي هربتي من المرايه اللي كتشوفي فيها الحقيقه ديالك، والحقيقه ديال ان هذاك الشخص ما بقاش ليك، ويمكن ما عمره ما كان ليك. اليوم خاص الالم ديالك يعلمك، وخاص السكات ديالك يخرج، وخاصك تخلي الزمان يخرج الصوره الزوينه ديالك اللي مخبيه لداخل، باش المره الجايه ماشي ترجعي، باش المره الجايه الا مشيتي ما ترجعيش تفكريها. ايوا انا خليت لك هذه الكلمه من كلام نساء، انا وفاء وهذا كلام نساء.